السلام عليكم. اللاعب الوطني المغربي أشرف حكيمي وغانم سايس احتج على حكم القطري عبد الله الجاسم لدى الفيفا، ومباشرة عند نهاية المباراة توجه كل من أشرف حكيمي وغانم سايس لدى أعضاء من الاتحاد الدولي للفيفا الاحتجاجات على قرارات التحكيمية التي أثرت على أداء المنتخب الوطني في مباراتين ضد كرواتيا وكذلك ضد فرنسا. وشهد حكيمي وسيس وهما يحتجان لدى أعضاء من الفيفا على الحكم الذي لم يكن منصفا ولم يحسب ضربة جزاء لصالح المنتخب الوطني المغربي. كما أن اللاعبي المنتخب المغربي احتجوا على حكم أثناء المباراة على خلفية القرارات غير المنصفة في حق الفريق المغربي. شكرا للاعبين كاملين اللي احتجوا، لان هجتهم النفس على بلادهم وبغاو الراية بلادهم تبقى مرفوعة، وما بغاوش حتى شي حد يطيح من قيمتهم، لان هاد رئيس الفيفا وهاد الحكام كاملين راهم متفقين مع بعضياتهم باش المغرب ما يطلعش الدور يعني ديال الكأس. خلاوه في الرتبة الرابعة، ما عندوش الحق يطلع للدورة الثالثة أو لا الثانية. هاد الشي اللي بغاو هما واش غنقول لكم، الله ياخذ فيهم الحق، ولكن أشرف حكيمي والسايس راه بردوا لينا قلبنا فيهم، وكنقول لهم تبارك الله عليكم، وحتى هذا الإنجاز اللي حققتوه راه نتوما أول دولة عربية حققته، وما شاء الله عليكم.